بس اكثر شيء شفت اعجاب كبير جدا باللي حصل في مصر في الحقيقه. اعجاب كبير جدا باللي حصل في مصر. احنا مش متصورين النظره من الخارج لنا شكلها ايه، احنا يمكن ساعات بنستغرق في ما نراه مشاكل داخليه. صحيح. بحيث يمكن يعني مش قادرين نشوف الناس بصلنا ازاي من بره، انما اللي بيسافر واللي بيقرا الكلام اللي بيتكتب علينا هيلاقي التقدير. بصين لنا ازاي يا معالي الوزير؟ نعم فندم؟ بصين لنا ازاي؟ بصين لنا نظره غير عاديه، اعجاب شديد جدا باللي حصل. في بعض الاحيان بيصل الى انبهار باللي حصل. انا من لقاءاتي انا يعني يمكن في الفتره اللي فاتت برضه سافرت اماكن كثيره يمكن مرت بتجربه زينا. انا رحت جمهوريه التشيك مثلا اللي مروا بتجربه زينا، رحت بولندا اللي مروا بتجارب قريبه، قابلت البرتغال اللي مروا بتجربه بعد سالازار. حتى هؤلاء اللي مروا بتجارب قريبه مننا شايفين ان احنا عملنا كويس جدا ومعجبين جدا باللي احنا عملناه. شفت حرص كبير جدا على انجاح مصر في المرحله اللي جايه. شفت حرص كبير جدا على عودة مصر إلى دورها المركزي اللي هترجع له إن شاء الله في المنطقة والإقليم والعالم. لأنهم هي مش بس من باب الحب لمصر، لأنهم عارفين كويس قوي أن مصر المستقرة، مصر القوية، مصر الفاعلة هي لمصلحة الجميع في الحقيقة ولمصلحة الاستقرار. ده كله انا شفته يعني ابتداء من الدول اللي ما تسمى بالدول الكبرى والدول المتقدمه والدول العظمى لدول صغيره جدا وبعيده يمكن عننا جدا في امريكا اللاتينيه وفي اسيا وفي غيرها. ده اللي انا شفته في الحقيقه. انا ما ببالغش يعني، انا عملت يمكن اكثر من 40 مقابله مع وزراء خارجيه ورؤساء وزارات، حضرت يمكن وبحضر يمكن 20 لقاء يعني ندوات ومؤتمرات. يعني بيغلب على الحديث في مساله مصر انه القادم اللي ان شاء الله هيبقى قوي وجيد، ولا انتوا ايه اللخبطه اللي حاصله عندكم يعني بالمره التفاؤل بما يحدث في مصر هو ما هو حادث كبير جدا. انا قعدت مع رؤساء دول مروا بهذه التجربه فقالوا لي انتوا يعني احنا خدنا سنتين على ما قدرنا نعمل حاجه.